السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة الخميس، قلت أدلع ولادي كده. أنا بحب يوم الخميس دايما عشان بيبقى تاني يوم أجازة وهم بيفرحوا بيه عشان المدارس، فقلت أعمل حاجة تفرحهم. فهم بيحبوا الفراخ الكنتاكي قوي، ولو أنا خدتهم ورحت المطعم هندفع فلوس كتير ومش بنتبسط برضو زي ما بعمل في البيت. فانا النهارده معايا اجنحه اللي انا كنت متبلاها معاكم. انا قسمه الجناح 2 اهو، قسمه الجناح على 2، وكان عندي وركين في التلاجة متبلاهم للشوي، فقلت اطلعهم اعملهم كنتاكي كمان اهو. بصوا، بقطع الورك على 3 قطع دبوس اهو، والجزء دوت بقطعه كمان قطع كمان اهو. انا كده قطعت الورك على 3 قطع زي ما انتوا شايفين اهو، زي ما بناكل بره بالظبط اهو. وادي ورك كمان اهو، هقطعه برضو 3 قطع دبوس، وهعمل ده قطعتين اهو بكل سهولة، بس السكينة تكون حامية. بصوا، متبل من جوه، مش في دم ولا اي حاجة. طبعا انا التتبيلة دي عملتها معاكم لما كنت بعمل تتبيلات الفراخ. لما كنت بعمل تتبيلات الفراخ عملت معاكم التتبيله دي، بس ما فيش مشكله برضو هقول لكم تاني انا عملت ايه وتبلتها. التتبيله سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش اي صعوبه اهو. انا مش بسلق مش بسلق الفراخ، لان هي بصوا انا بسيبها متبله اهي. بصوا جمالها، تتبيلتها عامله ازاي، بسيبها متبله في التتبيله في التلاجة. دي احسن حاجه بقى في طرق التتبيلات اللي انا عملتها معاكم. انا تبلت فراخ ستريبس، وتبلت اجنحه، وتبلت فراخ للشوي، وعملت كيس كبد وقوانص. عملنا كذا حاجه. الاجنحه انا طلعتها وكان باقي وركين من اللي عندي، قلت عشان ازود عشان الولاد بيحبوها اهي والله، والكبار يعني الولاد والكبار بيعشقوها. انا بعمل ايه؟ ربع كوبايه لبن او كوبايه زبادي، حاجه من الاتنين، او ربع كوبايه لبن رايب، يعني لا لبن رايب لا كوبايه زبادي لا لبن عادي. وبتحطي عليهم نص معلقه توم باودر صغيره، ونص معلقه بصل باودر صغيره، ونص معلقه بابريكا، ونص معلقه ملح صغيره، ونحط كمان نص معلقه فلفل اسود، ونحط نص معلقه كركم، وربع معلقه بودره زعفران، ونحط معلقتين زيت، ونحط ليمونه ومعلقتين خل، ونقلب الخلطه دي كويس جدا، نقلبها. ولو في معلقه عسل ابيض كمان نحط، او معلقه عسل اسود نحطها. مفيش ولا عسل اسود ولا عسل ابيض نحط معلقه سكر كبيره، ونقلب كويس. وتشيلي الخلطه دي في التلاجة، او لو هتعمليها قبلها بيوم. ما ينفعش في نفس اليوم، لان انا ما بسلقش الفراخ بتاعتي، انا بعملها زي المطعم بالظبط. بسيبها في التتبيله، تسيبيها يومين زي الفل قوي. قبلها بيوم هتحطيها في التلاجة، مش هتجرالها اي حاجه، بالعكس دي هتشرب من التتبيله اكتر وهتبقى روعه روعه في منتهى الجمال والروعه. وقليت بطاطس هوريكم برضو، قشرت بطاطس معلش اهي، قشرت بطاطس وحطيت عليها ميه سخنه بتغلي،
وحطيت عليها ملح، لان انا لما عملت الطريقه دي في الشيبسي طلع مقرمش لمده طويله جدا، فعجبتني فقلت اجربها في البطاطس اشوف طعمها هيبقى عامل ازاي. قطعناها زي المطاعم برضو، بصوا مكعبات كده مستطيله اهي، كلها سوا واحد، كلها زي المطاعم بالظبط. وهنحط عليها خلطه البطاطس، وهنروح بقى مع بعض اجهز الزيت والخلطه بتاعتي اللي انا هعمل فيها الفراخ، وهرجع لكم تاني. الفراخ اهيت بعد ما حطيت عليها الخلطه اللي انا عملتها، اقلبها. ما بحطش بقى في ميه تاني، خلاص انا بطلع على طول في الدقيق والنشا والبهارات على بعض. هي بقى بقت تقيله كده، بصوا بقت تقيله، مش محتاجه ان انا احطها في ميه. ريحتها روعه، بصوا الجمال. عايزه تقلي حطي دقيق، كل ما انت عايزه الخلطه الكفر يكون اتقل تقلي براحتك بقى. حطي دقيق كده عادي. اعملي الاكله دي لولادك هيفرحوا بيها قوي. بيحبوها بالعيش على فكره عندي، مش بيحبوها بالرز، بيحبوا ياكلوها بالعيش والبطاطس المقليه والكاتشب والمايونيز والعيش الفينو اهو. بصوا بقى جمالها وريحتها مش طبيعي بجد. بطلع بقى كده على طول اهو، واحط فين؟ في الدقيق، نزودها حبة دقيق. نجيب صينية عشان هي بصراحة بتاخد دقيق ونشا كتير. اهو نغلفها بقى كويس، مبرجعهاش بقى ولا احطها في ميه بقى، خلاص بقلي على طول. بس اهم حاجه نغلفها كويس في الدقيق والنشا اهو. بصوا كده، هنزل بقى الدقيق الزياده خالص. ما سلقتش الفراخ على فكره، مش بسلق الفراخ. بس لازم حله او طاسه غويطه وزيت كتير نقلي فيه البطاطس الاول وبعديها الفراخ اهو. بصوا جمالها. طعمها بيبقى خطير.
تحسي اصلا وانتي شغاله فيها تحسي ان هي استوت، يعني اللحم دايب كده. وانا بتبلها دلوقتي بحس ان اللحم دايب. بحطها اوريكم طريقه التسويه على الطبيعه. جربوها تعجبكم قوي، وسهله وبسيطه. ومش بقعد بقى ايه ابهدل الدنيا احط في ميه، لا، هي هتعمل معاكي كفر اهو. تقدريها بس كويس ان شاء الله. اعملي بقى كل الكميه وقليها مره واحده. لو عايزه تشيلي منها في طبق فل كده برضو شيلي عادي، وعايزه تحطيها في كيسه كلها مره واحده وتبدري برضو حلوه قوي زي ما انت عايزه. انا مش بفضلها بصراحه تتسلق، يعني انا بحبها ايه احطها التتبيله تسويها، يعني يعتبر كده والله استوت معايا، مش محتاجه اي حاجه. بترمي معاكي عدد بقطعتين يكفوا طفل صغير. هخلص بقى باقي الكميه بتاعتنا، بصوا اهي. هخلص باقي الكميه واوريكم انا عملت ايه. قليت البطاطس اهو، كميه البطاطس، وهعمل احط مكانها بقى مكانها في الحله الجميله دي اهي. هعمل كده. اهم حاجه تبقى حاجه غويطه والزيت كويس. حطيت هنا وارجع بقى ايه ابدر تاني الحاجه اللي باقيه كميه الفراخ، ونسيبها بقى كده على النار. بس ما نوطيش دلوقتي، يعني انا حطيت اهو في زيت، بس ايه مش هوطي دلوقتي، شويه بس كده وهوطي. هكمل بقيه الفراخ بتاعتي وارجع لكم. بصوا كده معايا، اول ما خدت لون وطيت عليها، وانا بقلب هعلي النار. دي اول تقليبه بعد ما نزلتها، مش بقلب فيها كتير عشان الكفر يمسك. يعني هي لما خدت لون انا وطيت النار، ورجعت لما هاجي اقلبها هعلي النار. لازم حاجه غويطه وتكون الزيت كتير عشان تنجح معاكي الاكله دي.
طلعيها في ايه بقى؟ في مصفى. حطي طبق في مصفى وتحطيها عشان ما تطراش. وهي بقى على النار تبدأي بقى ايه تلمي حواليك اي حاجة اتبهدلت، اي حاجة جه عليها دقيق، عشان لما تخلصي تقعدي تاكلي كده ايه روقان. ما شاء الله الريحة قلبة الدنيا. البطاطس بقى ايه طلعت مقرمشة حلوة قوي. موضوع المية السخنة مع الملح ده روعة. نخلي طعم البطاطس روعة. انا كده معليه النار، هسيبها شويه وبعدين اوطي وارجع اعلي تاني عشان ايه الكفر يمسك وتستوي من جوه، وهرجع لكم بعد ما رصيت التانية وطلعت اهو. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، مش فيها دم من جوه. بصوا بتجنن، خطيره، مش مستحمله. شايفين طبعا اصلا وانا شغاله فيها بطلعها من الطاسه مش مستحمله. حطيت رصه كمان اهي، يعني من رصه كمان وهخلص وارجع لكم. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بعد ما خلصت اهو، بصوا الجمال، وعملت 3 اهرامات. بصوا عملت 3 اهرامات، ادي هرم و2 3. بصوا الجمال. النهارده بقى هندلعهم. بصوا الفراخ من جوه عامله ازاي، ما شاء الله. بصوا جمالها ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. عملنا 3 اهرامات خوفو، خفرع، منقرع. بصوا الجمال ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بعد ما خلصت اهو، بصوا